السلام عليكم. حاجتين بيحسسوا الست مننا بالأمان: برطمان التوم لما بيكون في الفريزر، والتاني البرطمان ده معجون. عاملاه بديل للصلصة، موفر جدا، معلقة واحدة منه. يعني هتعادلك باكو من الصلصة، ومفيش بقى مواد حافظة ولا الحاجات المضرة دي. ده غير كمان بيخلي طعم أكلك مميز جدا، مفيش حد هيدوق لقمة حاجة عندك، طبيخ أو محشي أو تتبيلات، غير لما يسأل هي فيها ايه مميز. أول حاجة بقى معايا، جبت كيلو من الفلفل الأحمر، يكون الحمار بتاعه وانت بتنقيه يكون حماره ناري كده يا جماعة، علشان يديني افضل نتيجة. غسلته كويس طبعا، وشلت العنقود منه، وغسلته تاني من جوه من البذر بتاع البتاع ده، البذر بتاعه يعني. وقطعته كده بقى تقطيعة كده عادية يعني، وفرمته في الكبة. انت لو ما عندكيش كبة هتفرميه شويه بشويه كده بشويه ميه صغيرين. وانا برضو في الكبه لما عملته سقسقت له شويه ميه، حاجه بسيطه كده، عشان ايه؟ انا عايزاه ناعم، معجون كريمي كده. خلاص اهو، بعد ما اتفرم هكون بقى محضره معايا حله على النار، ونزلت فيها ب3 معالق من الزيت. آه، اول ما الزيت بقى يعني يدفى كده بسيط، هنزل معانا بقى بمعلقتين كبار من البابريكا الحمراء. يا ريت وانت بتشتري البابريكا الحمراء تكون لونها برضو احمر غامق، بلاش تجيبي اللون اللي انا جايباه ده، لان بصراحة هي لونها مش عاجبني يعني. لونها برضو مش اللي هو الاحمر اللي انا محتاجاه. اول ما ريحة البابريكا بقى دي تطلع، تروحي بقى تضيفي معانا معجون الفلفل. دي يا جماعة مش هريسة شطة، علشان خاطر بس الناس بتقولي انت عاملة هريسة شطة. لا، دي مش هريسة شطة، دي بديل للصلصة أنا متعودة عليها، والأكل بتاعي محدش يدوقه غير لما يقول هي حاطة فيه ايه. وفي نفس الوقت كمان يعني بتوفر لك. وما انا بستخدمش صلصه معلبه ابدا، لان يعني حد شغال في المصنع بتاعها قال لي على طريقتها يعني مقززه جدا في عاملها، وطماطم بايظه، يعني اجرنا الله. مواد الحفظ معايا هنا بقى في المعجون اللي انا بعمله ده: معلقه صغيره من السكر، وزيها معلقه صغيره من الملح. قلبي كل الكلام ده مع بعضيه. طبعا اللي بيعمل هريسه الشطه عارف ان بتحط لها توم وبتحط لها مش عارفه ايه. لا، دي مش هريسه شطه. ويا ريت لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناه لو مش مشتركه. كملي الفيديو معايا للاخر. خلي البتاع ده، المعجون ده، ينشف ميته. شايفه مفيش نقطه ميه، احنا عايزينه زي تسبيكه جاهزه عندنا في الفريزر. بصي بقى، شايفين؟ معلقه واحده منه زي ما قلتلك هتعادلك باكو صلصه. البرطمان ده يعمل معاكي 20 طبخه. انا كمان المعلقه مليانه، ممكن انت تكوني بتعملي كميات قليله. تمام. دلوقتي بقى وانا بحفظه كده هروح حاطه على وشه شويه زيت. انا حطيت على وشه شويه زيت، واحفظيه بقى في التلاجة، وبألف هنا وشفا.